السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. راجعه لكم النهارده بقى فيديو جديد. هنعمل كده حاجه خفيفه مع بعض كلنا بنحبها. انا ما عملتهاش قبل كده في القناه، فايه قلت اعملها معاكم النهارده هنعمل بابا غنوج. ادي بتنجانيه حلوه اهي، جبتها وغسلتها زي ما انتم شايفين كده، وحطيتها على النار على عين الواطيه، وهفضل بقى ايه تستوي من الناحيه دي، اروح قلبها على الناحيه التانيه. وتعالوا نشوف الطريقه اللي احنا بنعملها بيها. عندي هنا اهو طحينه حطيتها في طبق لغايه البتنجانيه ما تتشوي. وعندنا قرن حلو قوي كده اهو، فلفل هنحطه. وخليكم برضو معايا اقول لكم الخطوات ايه بالظبط ونعملها مع بعض ازاي. بصوا البتنجانيه بتشوي ازاي. بصوا اهي انا قلبتها على الناحيه التانيه اهي. بصوا كده يبقى الجنب ده كده اتعمل خلاص اهو. مش عارفه اقول لكم بقى الريحه عامله ازاي ومعبقه ازاي. خلاص انا عندي الجنبين كده استووا، فعشان اعمل القعديه بتاعتها فانا جبتها على بره كده عشان النار كلها تطلع اهي. شايفين؟ تعالوا اوريكم بقى المكونات اللي هنحطها. عندي هنا الكبه حطيت فيها حته توم زي ما انتم شايفين كده، حته توم. لو طحنينها في التلاجة بتحطي حته صغيره زي ما انتم شايفين، ولو انتوا عندكم سليم بتحطي فصين توم بس مش اكتر، مع قرن الفلفل اللي انا وريته لكم هقطعه واحطه اهو. وامسك بقى البتنجانيه بعد ما اتشوت. تعالوا نشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. اهي حطيت القرن الفلفل زي ما قلت لكم، وهحط معلقه ملح صغيره، احنا مش عايزينها ايه اهي، معلقه ملح صغيره من دي كده اهي، وهنضربها مع الفلفل ومع الثوم بس، مش هحط اكتر من كده. ولما انزلها بحط شعره كمون صغيره، مش بحب الكمون كتير فيها. خلاص هنمسكها بقى نضربها اهي. انا هجيبه اهو بضربه، هسيبه بقى كده في قلب الكبه لغايه لما اقشر البتنجانيه واضربهم مع بعض. خلاص طفيت على البتنجانيه اهي زي ما انتم شايفينها كده مستويه. بصوا انا بتك عليها بايدي اهو، بس هحط بقى حبه ميه صغننين واقشرها عشان انا بحب اقشرها وهي سخنه اهي. طبعا مش هحط الميه على البتنجانيه، لا انا جايبه طبق اهو حاطه في حبه ميه صغيرين جنبي اهو، وهبتدي بايه اقشر زي ما انتم شايفين كده اهو. بصوا كده واربل لي ايدي حبه صغيره، مش عايزه طبعا البتنجانيه يخش فيها ميه خالص اهي اهو بالطريقه دي اهو. بصوا قشرت البتنجانيه زي ما وريتكم كده اهي، وابتدي اقطعها كده كده اهو. ما تقلقوش من الحته السمراء دي، مفيش اي مشكله منها، هي بتشيليها بايدك. انا قادره ان انا اكحتها بالسكينه، بس انا مش عايزه اعمل كده، انا عايزاها تبقى زي ما هي شايفينها كده. خلاص هاخدها زي ما حضراتكم شايفينها كده اهو اهو، وادخلها على الكبه على طول. بصوا اهو اهو بس، وهضربها ضربه صغيره وانزلها بقى على ايه، على الطحينه. بصوا حبايبي بكون مدوبه اهو الطحينه، حطيت حبه شطه صغننين وحبه خل. بصوا اهو قد معلقه خل كده ودوب. خلاص كده انا حاطه الملح مع البتنجانيه. خلاص هجيب بقى البتنجانيه. بصوا انا مش مخليه والله خطوه الا لما اوريها لكم، بس انا عشان انا اللي بصور بنفسي، محدش بيصور معايا، جانا في الدرس وبسمله، فانا اللي بصور نفسي. طيب بصوا كل الخطوات اهو بقلبها كده اهو اهو، كل الخطوات وريتها لكم واحده واحده. خلاص كده مش محتاجين حاجه، هنقلبها واحط لها من فوق حبه زيت وتتقدم كده. خلاص خلصت اهي. هحط رشه زيت صغيره كده كده اهو عشان البتنجان ما يسودش، وبرده بيدي طعم. يا رب الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، والف هنا وشفا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.